السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح نشارك معاكم وصفة فطائر مقرمشة. هذه الفطائر بزاف بنان بمكونات اقتصادية عفوا. ننصحكم تشاهدوا الفيديو للأخير وننصحكم أيضا تجربوها راح تعجبكم، يعني هذه الوصفة خبيوها لرمضان إن شاء الله. بدون إطالة، إذا أعجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا اللايك وزر الاشتراك في القناة باه يوصلكم كل جديد. إذا نروحوا للمقادير تاع الوصفة تاعنا. عندنا هنا 3 كيسان فرينة عندنا كأس حليب دافئ، يعني يكون دافئ. عندنا أيضا ربع كأس زيت أو ما يقارب 3 ملاعق كبيرة. عندنا أيضا ملعقة صغيرة من الخميرة الخبز، وعندنا ملعقة صغيرة سكر، وعندنا كذلك ملعقة صغيرة تاع ملح. اولا راح نخلط المواد الجافة مع بعضها، يعني راح نحط الخميرة نتاعنا والسكر، يعني راح نخلط المواد الجافة، يعني ندخل هذيك الخميرة والسكر في الفارينة نتاعنا كما تلاحظون. ثم نضيف الزيت هكذا يعني تدريجيا. من بعد ندخل هذيك الزيت في الفرينة بملعقة برك. بعد ما دخلت الزيت هذيك كاملة في الفرينة نتاعنا هكذا، راح نضيف ايضا الملح والآن بعد ما خلطنا المكونات مع بعضها دركا راح نضيف الحليب تاعنا، يعني راح نضيفه فقط تدريجيا هكذا باه نلم به العجينة تاعنا هكذا. راح نستعمل يدي هكذا وندخل هذيك الحليب في العجينة تاعنا برفق. يعني هنا راح نعجنها بيدي، يدي راح تسهل عليا بزاف اليوم مهمة. كما تقدروا تخلطوا بالعجان الكهربائي، وكما تلاحظون راح نبقى نضيف بالحليب تدريجيا هكذا ونلم بها. يعني انا ما حطيتش الحليب تاعي كامله مع الاول باه ما تجينيش جاريه. يعني على حسب الفرينه، لانه كاينه فرينه ما تشربش، راح نلموها حتى نتحصلوا على القوام اللازم. راح نحط دركا الفرينة نتاعنا على سطح على سطح العمل، نرش قليل من الفرينة وراح نعجنها هكذا حوالي 5 دقائق. اذا هنا بعد ما كملت لميت العجينة نتاعنا عجنتها مليح، راح نحطها في نفس الاناء اللي خدمنا فيه المكونات تاعنا ونغطوها بكيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح لمدة 25 دقيقة. وفي الوقت اللي ترتاح فيه العجينة راح نوجد فيه الحشوة تاعي. وهنا بعد مرور 25 دقيقة راح نشوف العجينة نتاعي. بالنسبة للعجينة هنا ما لقيناهاش طلعت بزاف لانه ما كثرناش الخميرة. والان راح نفتحها على سطح العمل نتاعنا كما تلاحظون. راح نشكل العجينة نتاعي على شكل حربوش طويل، وراح نقسم العجينة نتاعنا الى قطع صغيرة هكذا هكذا كما تلاحظون. وهنا راح نشكل كريات تاعنا، يعني في هذه المرحلة اللي تحب تستعمل الميزان باه يجيو كامل كيف يعني حاولوا على قد ما تقدروا انكم تشكلوا كريات نفس الشكل والحجم. ثم راح نحط هذه الكريات تاعنا في صينيه تكون من قبل رشيناها بالفرينه
ومن بعد ما نكملو نغطيوها بكيس بلاستيكي باه ما يمسهمش الهواء. ومن بعد راح نحط الكورية تاع العجينة نتاعنا ونفتحها. يعني الكوريات بعد ما نشكلوهم نحضروهم فورا، ما نخلوهمش يخمروا، يعني العجينة تاعنا تخمر مرة واحدة. وهنا بالنسبة كي نحلوها راه ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش غليظة بزاف كما تلاحظون هكذا. بالنسبة للحشو تاعي أنا استعملت كيما من قبل نعدتلكم فلفل وطماطم وثوم، يعني أنا قصيتهم قطع صغيرة وبصل، ومن بعد قليتهم ودرتلهم شوي فنون درتلهم فنون يعني كمون وفلفل أسود والملح. يعني هذا هو الحشو تاعي الاقتصادي. ودركا راح نحط الحشو تاعي هكذا كما تلاحظون باه نقدر نقفل العجينة نتاعنا على شكل مثلث. نحط الحشو ودركا نحط له زيتون عادي اخضر. يعني نتيا الحشو راكي اسمها راه عندك الاختيار فيه، تحبي ديري لحم تحبي ديري اي حاجه. يعني هو الحشو تاعي انا درتو اقتصادي، وهنا درت الفرماج شيدار باه تكون البنه نتاعو مليحه. وراح نقفل العجينه نتاعنا كما هو ملاحظ هكذا، يعني راح نقفلها مليح. يعني هاد الوصفة هذه تخبيها لرمضان، يعني هي من تحضيرات رمضان 2022 2023 عفوا. يعني بزاف بنينة وراح يحبوها ولادك وعائلتك ان شاء الله. جربيها ما تندميش. والان بعد ما قفلت ما قفلت العجينة نتاعنا راح نحطهم في صنيوة، ومن بعد نحضر البيض تاعنا هكذا. يعني انا خلطته مليح وزدت معاه شوي فرينة. وهنا عندي خبز خبز عادي، يعني كما نقولوا حنا خبز يابس ورحيته هكذا كما هو ملاحظ. ودركا راح نحط الحبة تاعنا تاع الفطائر، راح نحطها في البيض. هنا فقط ملاحظة، يعني كاين اللي تحب تزيد الفنون في البيض باه تتبنى داك طعمة الفطيرة. يعني انتيا لك الاختيار. وراح نحطها هنا في الخبز تاعي، يعني راح ندير على كامل الجوانب الفطيرة تاعنا هكذا كما هو الشكل. وفي الوقت هذا راح نكون حطيت الزيت تاعي على نار ما تكونش قوية بزاف، يعني تكون متوسطة، ويعني باه نقلي الفطيرة تاعنا هكذا. يعني وراح نحطها مباشرة في الزيت. وهنا راح نقلي الفطيرة تاعنا كما تلاحظون، يعني فقط تأخذ اللون الأحمر ونحيها هكذا. واخيرا هذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. يعني هذه الوصفة بزاف بنينة، خليها عندك راهي من تحضيرات رمضان 2023. وان شاء الله يبلغنا ربي رمضان وان شاء الله. وشكرا.